السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله اخدكم النهارده في فسحة جديدة في مرسى مطروح. هنزور متحف الآثار بمرسى مطروح. سعر التذكرة 20 جنيه. هنخش كده وهيبقى معانا مرشد من القائمين في المتحف، هيعرفنا بعض المعلومات عن كل قطعة أثرية داخل المتحف. هبتدي كده أدخل. أول حاجة هصورها لكم القائمة بتاعة الأسعار. المصريين ب20 والطلبة ب10، والقايمة فيها أسعار الأجانب والسياح. دي عملات. دي قاعة التجارة عموما في كل العصور، الحاجات الخاصة بالتجارة والمعاملات التجارية. شنط الستات. شنط الستات؟ أهي نماذج دي شنط اليد، واللي جوه دي السلال اللي كانت بتشيلها وتروح بيها السوق وتبطع بقى. دول تجار ليبيين وده عادي بيع. تجار ليبيين. دنانير ذهبية دي. دنانير ذهبية. واللي هناك دي برونز وفضة. البيضة اللي على اليمين فضة، ريالات نمساوي. والبرونز دي عملات من العصر الروماني برضه. كيلوباترا، بطليموس. ودي عبارة عن ايه؟ ده الفخار بقى اللي كانوا بيخزنوا فيه حاجات برضه بياكلوا فيه. ده عقد ايه حضرتك؟ عادي بيع. حد بايع بيت او شارع يا رب مش بيع. هو واحد شاري وواحد بايع، بس ده بتاع الشاري. هو ذكر ان هو اشترى كذا كذا يعني. ان شاء الله. ايه ده؟ لا ده دي اسلحه، ودي الحراب وادوات صيد. هي المفروض ادوات صيد اصلا. حيوانات مفترسه او اسماك زي اللي فوق دي. وديت السكاكين، ودي رؤوس الاسهم من البرونز. اسهم من البرونز. الخط التالي او الخط التالي عندنا هيروغليفي جيومتريكي. ده دوماتيك. مكتوب وزير حورس ابن حورس، يعني حورس ابن وزير. وده رقم 156 عانة. يعني ده كان يعني حاجة زي ضريبة أو تقدير ضريبة معينة. بس ما اكتملش يعني. زي ده برضه تلميذ في مدرسة النحت عشان يتعلم ازاي ينحت الوش والرسم. حتى هتلاقيه مش متقن قوي. الأحشاء بقى اللي بتطلع اللي هي الأمعاء والكبد والمعدة بيتحطوا الرئتين، بيتحطوا في 4 أواني اسمهم الأواني الكانوبية، اللي هي أواني حفظ الأحشاء. الكانوبية دي نسبة للكانوب اللي هي أبو قير دلوقتي اسكندرية، عشان أول اكتشاف كان فيه. وده المسند بتاع الراس بتاع الموميا، حط تحت الرقبة. ده الأشبتي اللي هو بياخد معاه تماثيل صغيرة كده، الملك بياخد عشان تخدمه في العالم الآخر، فبياخد بعدد أيام السنة. كل واحد بينوب عنه في الخدمة يوم، فبياخد عدد كبير منها. والمكتوب ده عليها دي تعويذة من كتاب الموت. بلاش نقولها لك ايه عشان ما يقوموش علينا دلوقتي. يا شيخ. لا هي بتقول له لما ينطلب منك، لا خلاص عدى وقت. التماثيل اللي حضرتك شايفاها دي اسمها التماثيل المجيبه او تماثيل الاشبتي او الشوبتي، جايه من فعل مصري اسمه وشب بمعنى ايه؟ يجيب. هو هيردد التعويذه اللي مكتوبه على التمثال، بتقول له لو انطلب عمل في اليوم الفلاني في العالم الاخر، يعني نيابه عن الملك هتقول انا موجود. انا اللي هنشتغل مكانه. بياخد بعدد ايام السنه زي ما قلنا ايه 365 تمثال بعدد ايام السنه، وممكن تزيد كمان في بعض المقابر يعني. ماده الصنع زي ما انت شايفه كده من الفيانس الازرق او من حجر الجرانيت او من حجر الجيري او من الفخار، او على حسب ثراء الملك المتوفى ممكن ياخد من الذهب. تمام؟ يعني الشبك بتاع الملوك بيبقى غالبا من مصنوع من الذهب يعني. بعد كده برضو دي المسطرة كانوا بيصنعوها برضو عشان الروح ممكن تتعرف على الجسد او على شكل صاحبها من خلال الايه؟ الوش، او بيعمل تماثيل او رؤوس ثانيه بديله. المهم بيعمل نسخ منه عشان لو حصل اي ايه؟ افساد للموميا. التماثيل الصغيره اللي القطعه اللي انت شايفاها دي اسمها التمائم. التمائم كانت حاجات يا اما لقلب الحظ والفأل يعني الكويس، او لدفع ضرر عنه زي تنين ايزيس وكرة ابنها حورس. والشمال الصغيره دي اسمها سخمت، ودي ربة الحرب. وبعدين في تميمة الجعران، ودي برضه القلب الحظ، لأن الجعران كان مقدس عند المصريين. وتميمة الضفدعة لتسهيل عملية الولادة عند الستات. والعين اللي شايفاها دي عين حورس، دي الحماية برضه. والمجموعة الخشبية دي التماثيل بتاع سكر أوزير، ده المعبود بتاع منطقة سقارة، اللي هي اتسمت أصلا على اسمه سقارة لسكر، ده نسبة سكر. دي الأواني الكانوبية زي ما قلنا. دول الأواني؟ الأواني الكانوبية اللي هي بتاعت حفظ الأحشاء. حفظ الأحشاء. طبعا زي ما انت شايف الرؤوس كلها اللي مغطيه بها الاواني هنا رؤوس ادميه، معنى كده ان الاواني دي كانت في الدوله الوسطى. لان ده التراث بتاعها. في الدوله الحديثه غطت ب4 اشكال ثانيه، اللي هو راس الانسان،
تمام، اللي هو اسمه مثلي، وراس صحابي اللي هو القرد، وراس الصقر حورس اللي هو اسمه قبح سلويف، وفي راس ابن آوى اللي هو ده اسمه ضواء موت اف، يعني البر بأمه يعني. اسمه ايه؟ ضواء موت اف. موت يعني ام، وضواء يعني يتعبد يعني. هي معناها هنا الحرفي المتعبد بأمه او البر بأمه. وكل واحد فيهم مسؤول عن حفظ ايه؟ عضو معين يعني. والله؟ يعني ده بيحفظ الكبد، وده بيحفظ الرئتين، وده بيحفظ المعده، وده بيحفظ الامعاء. خلاص؟ ده برضه من ضمن التماثيل اللي عندنا، او ده رقم تمثال في المتحف. تماثيل كتله برضه ظهرت في الدوله الوسطى، ودي تماثيل لرؤساء كتبه، بس الوضعيه دي مش وضعيه الايه؟ الكتابه اتخذت الشكل المكعب بقى في اسباب كتيره طبعا. المهم يعني هي سمحت، او فوائدها انها سمحت للكتابه على اوجه التمثال الاربعه عشان الشكل المكعب ده. تاني حاجه بتبقى اسهل للنحات في ان هو ينجز التمثال بسرعه، وارخص في التكلفه، وامكن كمان بتدي متانه وقوه للتمثال لانه كتله. هي تماثيل نظريه بيعملها الابن الاكبر تخليدا لروح او لاسم والده اللي يفضل عايش وذكراه بيتردد اسمه مدى الايه؟ الحياه الابديه يعني. دي المسالج الفخاريه. مسالك؟ مفردها مسرجه. مسرجه. المسالج يعني المصابيح، اللمبات، اللمس، الحاجات اللي هي بتنور كانت بتشتغل، بتعمل يعني بالزيت وبالكبريت. تمام. وممكن يضيف اليها برضو ملح نطرون، كانت بتستخدم في اضاءه الطقوس في المعابد، الشوارع الصغيره في البيوت كده يعني. ده الفخار بتاع الحياه اليوميه. الفخار اللي كان بيخزن فيه بقى الايه؟ السوائل والمجازر الصوف، الكؤوس، الاطباق اللي هي من الالاباستر دي، نوعين الالاباستر او المرمر المصري. المرمر؟ هو ده المرمر بقى؟ او الالاباستر يعني مشهور بالالاباستر. شبه الرخام او نوع من الرخام هو اصلا. ودي سكاكين برضه بتاعت المطبخ بقى. كان لها مقابل، ودي بتتسنى على عجله كده من الحاجه موجوده هنا في مطروح. لو شفتيها في العيد، لو كنت جيتي في العيد كنت هتشوفيها كتير في الشوارع. عشان يذبحوا الاضاحي فبيسنوا السكاكين اللي هي المعدن على الحجر نفسه. فدي كانت بتسن بنفس الطريقه. ودي نماذج، 4 نماذج لافران العيش. افران العيش؟ كانت بتبقى عامله زي برج الحمام كده. يحط العجين ويولعه في النص، كان بيستوي من الحراره يعني. دي الاواني بتاعت الايه؟ الادوات بتاعت منتجات النخيل، زي السلال، زي المقشه. حاجات بقى يحطوا فيها الفاكهه، العيش، البيض، دي الرحايا اللي بتحمص فيها الايه؟ القمح؟ كان الشعير هو اللي منتشر في الشعير. احواض ايه؟ للميه. حاجات الحمامات يعني. دخلنا بقى دي اسمها صليان، دي كان بيمتحن من البازلت الاسود، وكان بيمتحن فيها برضه او بنلاقي فيها اللي هي التوابل او الكحل بتاع الفراخ. وده كان بيصرف الميه بتاعت الامطار من على الاسطح بتاعت القصور والايه. بيعملوها شكل لوحه جنازيه الكاهن وزوجته بيقدموا هنا حاجه اسمها البخور في مبخره على شكل دراع، اسمها الدراع بتاع الدراع اصلا. بتقدم لمين؟ لاوزوريس اللي هو اله البعث، وايه؟ وإيزيس اللي هي زوجته. والليله الثانيه فيها ميه مطهره تنزل على زهره اللوتس، بيقف عليها ابناء حورس الاربعه اللي احنا الاشكال اللي هي الرؤوس بتاعتهم بتغطي بايه؟ الاواني بتاعت حفظ الاحشاء اللي احنا قلنا عليها هناك. هي دي الاشكال بتاعتهم. دول احفاد إيزيس واوزوريس لان هم ابناء حورس. احفاد إيزيس واوزوريس. دول الاربعه دول. هنا الكاهن وزوجته. تمام؟ قدامهم 3 بنات اللي هم بناتهم بيقدموا لهم برضه الزهور، وهم ماسكين زهره لوتس عشان عمليه احياء البعث في العالم الاخر. من تحت الكرسي الولد الايه؟ الوريث بتاعهم. هتلاقي على راس الست في حاجه عامله زي القمع المقلوب كده، شايفه؟ وعلى الستات وعلى البنات كمان حتى الصغيره. ده كان كيس او قمع عطري كان بيتحط فيه حاجه من العطور، دهن يعني، وبتنزل على الشعر وبتعمل ايه؟ ريحه فواحه. ده اصلا عشان دي فتره ادوات الزينه عند الست. كانوا بيهتموا هم بالكحل، بالبواريك الشعر، الامشاط، المكاحل، بالاقراط والعقود. الامشاط زي كده من الخشب. ايه اللي متعلقه دي مرايه. دي واللي هناك، وفي مرايه في البطاريه الثانيه كبيره بقى الاميره هوريها لك لما نروح هناك. كانت بتبقى مطليه بميه الايه؟ الفضه، وده تمثال افروديت. هنا في الجماعه عند الرجل. ودي حاجات من العقيق ومن الاحجار الايه؟ كريمه ونص كريمه. دي مرايه برضو من اصل متاخر الاميره المصريه، افضل من اللي هناك يعني شويه.
على صورتها وعليها الكتابه الخاصه بها واسمها التوقيع بتاعها. كاتبه هنا ان هي سيده الجمال للابد واسمها طا. المصريه اسمها طا، وكاتبه هنا ان هي سيده الجمال للابد. والمرايه نفسها على شكل علامه مصريه من الكتابه اسمها العين، يعني علامه مفتاح الحياه بتبقى على الشكل ده. يعني هو لما بيعمل قطعه فن حتى التماثيل نفسها ممكن تقرا بلغه لها لغه برضه. وزي مثلا القطعه بتاعت توت عنخ امون والقلاده بتاعته دي مكتوبه، يعني القلاده نفسها متصممه على اسم، تقول ان هي عايزه تقول ان الجمال هو الحياه. الجمال هو الحياه. احنا قلنا ان القاعات اللي فوق بتتكلم عن موضوع واحد، كل قاعه بتتكلم عن موضوع واحد، بس كل العصور يعني هتلاقوا حاجات مهمه من كل حاجه، بس الموضوع مرتبط ببعض. هنا دي الصوره اللي هو كان بيتخيلها ان هو في العالم الاخر هيبقى عليه يعني متوفي، من فنون الجبانات عندهم يعني في العصر الروماني. متاثر برضه بالفن المصري ان هو خد انوبيس اللي هو الكلب اللي فوق ده معاه، لان هو ده المسؤول عن ايه، عن عمليه التحنيط، وهو الحارس بتاع المقبره ودي رسمه الشكل بتاع المقبره يعني. هو هنا قاعد على الاريكه بتاعته اللي هي متكئ بقى ومستريح، لابس عبايه حرير، شايفه التفاصيل بتاعت العبايه دي، وماسك عنقود عنب في الايه، في ايده الشمال، والايد الثانيه فيها الكاس، هو كده وحاطط رجل على رجل كمان، فهو كده مبسوط يعني. هنا ادوات المعامل والمخطوطات، سواء مخطوطات اسلاميه باللغه العربيه من عصر اسمه الدميري، عالم اسلامي اسمه الدميري، ده مخطوط اسمه علم حياه الحيوان، ودول مخطوطات لسعد الدين شيرازي هناك. دي وصفات، ده عالم ايراني، ودي وصفات علاجيه بالتداوي بالاعشاب والسميات والامنيات والحاجات الحراره وكده. امال ايه الورقه اللي في الوش دي؟ ده قران؟ لا. امال ده ايه؟ ما بلاش. طب قول. طيب ده جزء من عمل، كان واحد بقى من الدجالين عامل شغل يعني، فعامل القسم الاولاني والنص الثاني رسم العفريت اللي هو هينفذ له الطلب بتاعه. شايفاه في النص تحت؟ ايوه شفته. طب بلاش تبصي له قوي. لا عادي ما بخافش. مفيش حاجه. الباترينا ده انت شفت في حاجات فيها صور كده صح؟ دي الحاجات الرومانية. فضة؟ فضة؟ لا، فضة على مادة القصدير، على المعدن. برونز ولا معدن وقصدير. معدن وقصدير وفضة. فبنظام الطرق من الداخل. هو مسجل عليه تفاصيل المعركة، سواء بقى بالطعن بالرمح أو بالسيف أو بالخنجر أو كان عندهم فضة. لا والله ده معجز، ده حاجة فظيعة. ما انا بقول لك ده فضة عشان يعني يصور الحرب دي كلها على الدرع ويحافظ على الأحداث في شكل دائري فظيع، وبيبين انه مش واخد بالك في كل وضعيه قتال، بيبين العضله اللي المفروض تظهر في الجسم، سواء في الحصان او في الفارس. صح ده مشكله تفاصيل يعني صعبه جدا. وكل ده في وزن خفيف، يعني ما تفكرش ان هو تقيل يعني. انت عديت رمسيس تحت، وعديت الشيشانك تحت، وعديت الحاجات الكتل الكبيره. بعض من الانبياء والملائكه زي سيدنا جبريل، سيدنا سليمان. فين بقى سيدنا جبريل مع الشغل اللي هو اللي ابو شعر ابيض اللي فوق ده؟ اللي فوق واللي هناك ده تصورهم. ايوه في تصورهم طبعا عندنا حرام. طب وده؟ ده سليمان، واللي تحت موسى على الشمال. شاور لي كده، معلش انا اسف. ده سيدنا جبريل اللي فوق. جبريل، سليمان، موسى، دانيال. سيدنا موسى كان بشرته كانت سمراء، بس هو كان قوي يعني. تصورهم هو طبعا. وده ماري مرقس الرسول مؤسس كنيسه اسكندريه، وماني جرجس اللي هو بيصنع التنين بالحربه وراكب الحصان، ده القديسين يعني الاوائل. القديسين. وده القديس ماري مينا اللي على التنينه دي. عنده كنيسه برضه عندكم في اسكندريه لو تسمع عنها. كنيسه ده بيزور الناس يعني الاستشفاء والتبرك وكده، لان هو ايام الرومان كانوا مضطهدين فقتلوه وحاولوا يحرقوا جثته ما اتحرقتش، فاتعملت له معجزه بقى دي. نسجت الحاجات دي. ودي جداريات؟ لا ده خشب، حفر خشب. دي صلبان، ودي المفاتيح بتاعت الكنائس اللي هي الايه؟ المفاتيح الخشبيه. مفاتيح اللي هي الابواب الخشبيه الكبيره. ده كتاب برضه زي الانجيل كده، بس ده كتاب اسمه تسابيح او تسبيحه، اسمه الابسولوماديه، معمول بالورق بتاعه من الكتان. اسمه ايه بقى؟ كتاب ده زي التهالات عندنا كده، تسابيح عن شهر كياك. الشهر ده بيجي في الشتاء طبعا، عارفينه اللي هو قبل طوبه وامشير. كياك بيجي في شهر 12. هم بيقصدوا بيه هنا ميلاد المسيح في ايه؟
في 25/12. الطائفه دي بتحتفل بالميلاد. في طائفه ثانيه اللي هي 7 يناير المعدني، دي اجزاء برضو منه اللي هي مرسوم على الطيور والحيوانات، وتلاقي محور في شكلها مطول في رقبتها في رجليها، بس انه ما يحكيش الايه الطبيعه. ده هو عملهم اسمه الافندي احمد، وعملهم على هيئه 4 ابيات من الشعر، ومؤسس هنا ب 1151 هجري من البخاري. شامي عندهم سمعت ايه؟ الإشامي الإشاني. الطويل. الإشاني. اللي هو اصلا مصدره ايران او طهران. مم. البلده اصلا عندهم بلده اسمها قاشان هناك، وتسمى يعني ايه على اسمها. وده مقلمه برضو معموله من الكرتون المضغوط، ودي برضو صناعه ايرانيه، معظم اللي هنا ايراني. حتى السجاد ده برضو ايراني، ده سجاد؟ من العصر العثماني. عندك السيوف بقى من عصور مختلفة، فاطمية ومملوكية، وحتى وصلت محمد علي فيها بعض السيوف هنا. على الشعار الملكي بتاعنا اللي هو الهلال والنجمة، اللي كان في الأول أيام الملك فؤاد والملك فاروق. بعد كده اتحول لهلال وثلاث نجوم، وفي الثورة اتعمل العلم العادي بتاعنا، بس برضه كان في النجمتين اللي هم في النص. وده حزام البنادق؟ حزام الذخيرة بقى اللي بيحط فيه الطلقات والحاجات دي. من الجلد الطبيعي طبعا، ده الجلد الطبيعي. هي دي نجفة صح ولا أنا فاهمة غلط؟ زي النجفة دي اسمها السورية، كان بيتحط فيها 7 شمعات وتتنور. ودي الشمعدان. السيف برضه مطعم اهو مية الذهب، مكتوب عليه لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو وقار، والباقي مكتوب بالفعل. ده سيف مين؟ مش معروف طبعا. لا هو تقريبا من العصر هيبقى فاطمي. ودي يعني دي اللي اشهر جمله اتكتبت على السيوف، اللي هي لا فتى الا علي يعني. لا فتى إلا عليه. ولا سيف الا ذو وقار برضه. ده سرجه برضه بالحصان على الطعم بتاعه كله، وده من الجلد الطبيعي. بص ده بتاعه. نكمل دول كده. دول ايه معلش؟ طيب اللوحة دي شكلها جديدة. هي لوحه جديده بس الكلام اللي عليها لا كلام قديم على لسان سيدنا علي بن ابي طالب. هي جديده بالفعل بس مش جديده قوي يعني، معديه ال 100 سنه برضه. سنه بالظبط 1290. قولي 1300 واحنا 1000 يعني 150 سنه. ايوه، ايه مدى اهميتها يعني؟ ان هي اتسجلت على زي حديث او كلام عن سيدنا علي بن ابي طالب. عن وصف الرسول عليه السلام، يتكلم عن الشكل او الهيئه بتاعت الرسول، وتحت عن مكان ختم النبوه وبعض الايه الافعال يعني او الصفات. منها صواني العشاء وصواني الفاكهه والحاجات دي كلها بتاعت الاواني بتاعتها. الحاجات الخاصه بالولائم يعني، والحاجات الكبيره يعني. اتفضل. على شكل ايه سلحفاه من بعد هنا. دي كانت معموله للايه؟ للميه، لتبريد الميه. تحط ماء هنا من الفخار عليها مليان بالميه، بترشح الماء تتجمع هنا، تحط في الشوارع تشرب منه الطيور والايه؟ الحيوانات اللي في الشارع، القطط والحاجات دي، عشان يشربوا ميه بارده في الصيف.